الايام اللي فاتت بخصوص بيرسي تاو، وقالوا لهم ان اللعيب خلاص مش هيجدد مع النادي الاهلي، اللعيب هيمشي في يناير، والمعلومات المسؤولين في النادي الاهلي طلبوا من بيرسي تاو يجيب عرض خلاص. أيوة. يعني هيمشي كمان بيع نهائي خلاص، ما ينفعش اللعيب يطلع اعاره. كان قرار نادي الزمالك الحقيقه ان هم مش هيتعاقدوا مع اي لعيب من النادي الاهلي خالص. اي لعيب عقده مستمر ومرتبط مع النادي الاهلي مش هيتعاقدوا معاه، فرفضوا التعاقد مع بيرسي تاو على الاقل بشكل مؤقت. يعني العلاقه ما بين الناديين والمجلسين قويه جدا الفتره اللي فاتت، مش عايزين يتعاقدوا مع لعيب يتقال بعد كده ان الزمالك هو اللعيب نفسه عمل مشكله او كده بناء على مسؤولين نادي الزمالك. فرغبتهم وقرارهم ان اي لعيب جوه النادي الاهلي مش هيتم التعاقد معاه، ومش بس كده مش هيتم التفاوض معاه كمان، او حتى يقعدوا معاه او يتصلوا او طلباتك او اي حاجه من الكلام ده. بالنسبه للصفقات في اسم مسؤولين نادي الزمالك حاطين عينهم عليه من دلوقتي، محمد الشيبي. محمد الشيبي محمد الشيبي عشان عقده بينتهي مع